البنات بغيتو وصفه كتبيض، شوفوا معايا هاد لا فيديو هذا، انا متاكده يعجبكم. شوفوا العنق ديالي كي كان، شوفوا كي ولا المره الاولى، شوفوا معايا المره الثانيه كيفاش غادي يولي، غادي يبيض العنق ديالي. شوفوا الصوره اللي مقربه، غزال 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 العنق ديالي، كيتنقى ليا مزيان. انني انا في الولاده ديالي كيجيني الكلف عنقي هذا كيبيض المناطق اللي همايا كيكونوا غامقين. المهم بسم الله على بركه الله، مرحبا بكم معايا بعدا في هذا الفيديو هذا. انا عندي معلقه كبيره ديال المايزينا ومعلقه كبيره ديال معجون الاسنان، يكون معجون اسنان بيض، اي نوع بغيتو غيكون بيض. وغادي نخلط هذا الخليط هذا بالحامض. المهم انا نحاول نبقى نحط لكم فيديوهات، وعندي حتى وصفات كثيره وغادا تعجبكم البنات. رانا غير كنت مشغوله مع وليداتي، وكان حتى التليفون حتى هو ما كانش كيشجعني ان كيتبلوكا لي التليفون. غادي وصفات كثيره، نتمنى التفاعل ونتمنى البارطاج ديالكم ولي لايك وتابوناو في لاشين ديالي. المهم انا غادي نخلطها بالحامض، نخلطها بالحامض تتولي على شكل كريمه، وغادي نطبقها على العنق ديالي ونخليها حتى تنشف. المهم انا غادي نطبقها على يديا، هي ما كتعطيش حقها في اليد ديالي كما قلت لكم. انا استعمال يعني في الاول كيعطيك نظره، وفي الثاني خلاص كتطبقها. يعني هذه ديريها نهار نهار لا، وما عاد تجي فين تكملي الاسبوع حتى عاد تلقاي العنق ديالك ولا بحال الوجه ديالك. لان انا عندي الفرق ما بين وجهي وعنقي. هاد الخلطه طاحت ليا في الدماغ ديالي، نض جربتها قلت غادي نشاركها مع البنات. المهم انا غادي ندير واحد التقشير بالحامض والملحه، خلينا نغسل الدجاج. المهم كندير التقشير بالملحه والحامض في يديا صافي، وغادي نطبق عليها الماسك وغادي تشوفوا معايا. واخا التليفون ما كيعطيش حقه، نتوما كتشوفوا معايا كيفاش كيعطي الظلام. المهم راه اليدين كنقيهم الا كنتو معروضين ديروها ليديكم ورجليكم من بعد ما ديروا التقشير وتشوفوا النقاوه اللي غتعطيكم لا في يديكم ولا في رجليكم. نتمنى الوصفه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم البنات، وكنقول لكم تبقاو على الف خير البنات.